كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 22111 تاريخ 15/2025 والمتضمن مشروع قانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2025. الزميل المحترم مي الحراش، تفضلي. وين موجودة؟ شكرا معالي الرئيس. جاء مشروع المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد لتطوير وتحديث القانون لمواكبة أشكال الفساد المتجددة كالفساد العابر للحدود والفساد المرتبط بالتكنولوجيا، ولتعزيز آليات الوقاية والردع، وأن يكون هناك تقييم دقيق للقانون النافذ لتحديد نقاط الضعف والثغرات القانونية التي قد تسمح للمتورطين الإفلات من المحاسبة، وتقييم الأداء المؤسسي للجهات المعنية بتطبيق القانون كهيئة النزاهة ومكافحة الفساد. لذا يجب تعزيز استقلاليتها كجهة رقابية وتوسيع صلاحياتها وتفعيل الدور الوقائي الاستباقي بما يتناسب ورؤية تحديث القطاع العام، كتفعيل دور ضابط النزاهة في المؤسسات لمتابعة التظلمات وتطوير منصة إلكترونية متاحة للجميع، وتطبيق مؤشر النزاهة الوطني لقياس مدى امتثال معايير النزاهة في المؤسسات، وبالتالي تطوير منظومة النزاهة وإنفاذه كأساس لمبدأ سيادة القانون. وشكرا. الزميل جهاد عبوي. الزميل جهاد عبوي مش موجود. الزميل النائب مهندسة نسيم العبادي، تفضلي. تفضلي زميلي. شكرا معالي الرئيس. نحن ندعم تطوير منظومة النزاهة، لكن أي تعديل يجب أن يضمن التوازن بين الاستقلالية والمساءلة، وأسجل بعض الملاحظات على تعديل القانون. أولاً، منح الهيئة صلاحية واسعة واستقلال إداري ومالي خطوة مهمة، لكن غياب أسس واضحة للتعيين ووجود وظائف خارج مظلة نظام الموارد البشرية يفتح باب الاجتهادات، ولا نريدها في مؤسسة رقابية بهذا الحجم. ثانياً، توسعة مهام الهيئة كالتوعية وتقييم المخاطر أمر إيجابي، لكن من دون إلزام حقيقي للوزارات والمؤسسات بالتعاون. ستبقى المهام نصوصاً دون تطبيق، فلا توجد آلية تنفيذ إلزامية للوزارات والمؤسسات، وعدم وجود نصوص واضحة تلزم الجهات بتقديم البيانات والتعاون الفوري مع الهيئة. ثالثاً، رفع الامتيازات والرواتب يجب أن يقابلوا نظام رقابة وأداء واضح، فهل يوجد تقييم واضح لجدوى الرفع المالي؟ وأين نصوص ضمان الاستقلال والرقابة في المقابل؟ رابعاً، مسألة التعاون الدولي والتجميد الفوري، القانون يشير إليه فقط ولكن لا توجد مادة تنفيذية تمنح الهيئة أدوات ملاحقة الأموال عبر الحدود أو تفعيل الاتفاقيات الدولية. استرداد الأموال جاء النص موجود لكن الآلية غائبة. الأسباب الموجبة ورد فيها وانسجاماً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى آخره. هذه إشارة سياسية وليست مادة قانونية، وليست نصاً ملزماً داخل مواد القانون، ولكنه فقط تبرير لغايات التعديل. وشكراً. شكراً زميلي نسيم. زميل معتز أبو رمان. شكراً سعادة الرئيس. زملاء الكرام، اليوم زخم من القوانين، وأرجو أن يكون النوع أيضاً لا يؤثر عليه الكم. هذا القانون وتعديلاته هامة جداً. عندما نتحدث عن إضافة جملة الامتثال لها، يعني الامتثال إلى قرارات هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، هذا الأمر الذي يسمو بخلال تعديل قانوني يجب على الحكومة التي قدمت مشروع هذا القانون أن تلتزم به أصلاً. اليوم عندنا وزارة سيادية ترفض الالتزام بما جاء بتعليمات هذا القانون، وعندي وثائق تثبت ذلك. أنا مش حاب أقدمها الآن، لكن سأقدمها إلى رئاسة المجلس. اللي بدنا نحكيه اليوم أن التعديلات التي تلزم باتباع نهج
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد من حيث الوقاية من الفساد والامتثال لقرارات الهيئة ليست فقط أهدافا وشعارات. على الحكومة وعلى وزارة النقل تحديدا الالتزام بما صدر من كتاب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بخصوص العطاء، الذي لا زالت الوزارة تحاول جاهدة إحالة العطاء ودون وجه حق رغم الاختلالات ومخالفة القوانين، والتي كتبت بها الهيئة 3 صفحات و9 نقاط. فأنا بدنا اليوم نشرع قوانين، الحكومة اللي بتجيب القانون لا تلتزم بتطبيق هذا القانون. وتمنيت أنه يكون دولة الرئيس موجود لينتبه إلى الملاحظة، وأنا كتبت خطي وصلت له رسالة. يا ريت لأنك ضليتك في العطاء يعني شيء مهم نحكي على الفساد في حال تحقق، وبنعرف أنت اللي سويته، وفي كمان زملاء ورئيس لجنة النقل وفي زملاء ودوا سؤال بهذا الخصوص الموضوع اللي بتحكي فيه، واظن الهيئه مكافحه الفساد شغاله في هذا الموضوع والحكومه متابعه في هذا الموضوع. اذا عندك اوراق جديده زميل حكيت وما حدا قاطعك، وانا ما قاطعتك ولا حدا قاطعك، يا بتسمعني يا بتقول خلصنا وخلصت مداخلتك. مكافحه الفساد واقفه على مسافه واحد للجميع ولا حصانه لفاسد. اتصور انه هذا الحكي كلنا عارفينه. المهندس رائد القطمين زميلنا مهندس رائد مش موجود. الزميل مالك الطهراوي. شكرا سعادة الرئيس. يعني مشروع القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد يعد من أهم المشاريع التي قدمت لنا، وخاصة في هذه الأيام لما يحقق من شفافية وحماية للوطن والمواطن. وآخرها قبل أيام ما تعرض له المستثمرين والتصريحات الصادرة من المستثمرين، وهذا أمر يهم اقتصاد وطن. اليوم لابد كنت أتمنى يعني خلال هذه الجولات التي تقوم بها الحكومة أن تقوم بزيارة إلى مدينة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية في سحاب، وترى سبب قيام المستثمرين من الخروج من أكبر مدينة صناعية على مستوى الأردن. بصراحة اليوم هذه المصانع قاعدة تغلق أبوابها، وقاعدين كل يوم إحنا بنسمع تحت هذه القبة عن مكافحة الفساد وعن الإجراءات المتخذة لمكافحة الفساد، ولكن عملياً لم نرى شيء بكل وضوح. اليوم إذا بدنا نعدل هذا القانون بدنا نعطي هذه الهيئة استقلالية تامة، استقلالية تامة من حيث التعيين، استقلالية تامة من حيث الموارد المالية. لابد أن تكون استقلال المالي لهذه المؤسسة، مؤسسة مهمة، مؤسسة وطنية جميعنا نطالب بها. وحماية الوطن من الفساد حماية لكل مواطن منا، حماية لكل شباب الوطن. ومن هنا هذه البداية ستكون فتح لبوابة الاستثمارات على مستوى الوطن، فتح لمشروع تشغيل الشباب على مستوى الوطن. شكرا. شكرا زميل عطله الحنيطي. بسم الله. شكرا معالي الرئيس. مشروع هيئة النزاهة المعروض على المجلس لتعديل عدد من المواد زين ببعض العبارات البراقة لتشتيت الانتباه عن الهدف الأساس من التعديل، بحيث خاطبت هذه العبارات عواطفنا لنغض الطرف عن الهدف الحقيقي والمتمثل بالمصلحة الشخصية الواضحة وضوح الشمس في رابعة النهار. وهذا الأمر لا يجوز في التشريع ويعد عواراً، فرئيس الهيئة يريد لنفسه رتبة وراتب وزير، ويريد زيادة المخصصات وتعيين المزيد من محاسيبه دون رقيب أو حسيب، ويتناسى الرئيس والأعضاء أنهم خدموا سنوات طويلة وحصلوا على تقاعد مرتفع جدا ومكافآت نهاية خدمة بلغت مئات الآلاف، ومع ذلك لم يقتنعوا بما رزقهم الله، وكأن موازنة الدولة قمر وربيع. أنا ليس لدي خصومة مع أي من أعضاء الهيئة، بل تربطني علاقة عمل قديمة كصحفي في أوائل التسعينات مع الرئيس ومع أحد الأعضاء، وكلاهما تبوأ مناصب رفيعة في القضاء. فهل يعقل أن يطالبوا بالمزيد ونحن في ظروف اقتصادية ومالية صعبة من حيث الفقر والبطالة والعجز في الموازنة وتنامي الفساد في البلاد، والهيئة صامتة صمت القبور
ولم نر كشف قضية كبرى إلا من خلال المخابرات العامة. والسؤال هنا: أين ضباط ارتباط الهيئة في الوزارات والمؤسسات الحكومية؟ وقضية المناصير خير شاهد على ذلك. إذا كان رئيس الهيئة والأعضاء جادين في مكافحة الفساد فليبدأوا منذ الساعة ويحيلوا السراق والفاسدين إلى القضاء، فالناس تريد محاسبة السراق والفسدة الكبار الذين سرقوا موارد الدولة وما زالوا بكل وقاحة على رأس الإمبراطوريات. وهنا شكرا زميل صالح العربوطي. الأستاذ صالح تفضل. شكرا معالي. لا شك أن مكافحة النزاهة ومكافحة الفساد أمر متطلب دستوري نعززه لمكافحة الفساد والفاسدين في مواجهة مراكز القوى التي تجتاح الوطن كله في ظل مديونية 47 مليار وإنتاج محلي 118% وما شابه ذلك. لا شك أن المشروع المقدم هو يعطي استقلال مالي وإداري لهذه الهيئة. أولاً، رئيس الهيئة راتبه مخصص في القانون، محدد برتبة رئيس المجلس القضائي، يعني ما فيش لا زيادة هنا عليه ولا نص القانون، ومن ثم لا هناك زيادات. هذا ما أرادوا، ربطوا بدال نظام الخدمة المدنية ويرتبط مع الحكومة، ربطوا بموارد البشرية، بده يعطي استقلالية. بدل ما يطلب من الحكومة بدي خبراء وبدي كذا، يكون عنده مبلغ متوفر بدل ما يقعد شهرين وثلاث. إذا كانت تجاوزات هناك في الحكومة أو مخالفات يعطلوا له إياها، لأنه بده يطلب خبير أو يطلب كذا، ما عندوش أموال، فطلب تخصيص 5%. وأنا بقول يعني 5% كثير أقل، لأنه تحصيلهم بجوز 62 مليون وما شابه ذلك، فنقطة إيجابية. لذلك فإنني يعني من المفارقات العجيبة اللي بنعزز دور الهيئة، مثلا اللي بيصل بالحكومة عمره 60 سنة يحال إلى التقاعد، هنا اللي بيكون في هذه الهيئة بنص القانون بظل 4 سنوات، بمعنى لو تجاوز 60 بده يستمر حكما بحكم القانون، لا تدخل في الحكم. بعدين تعيينه بتنسيب من رئيس الوزراء وإرادة ملكية. أما الإنهاء خدماته يحتاج إلى موافقة جلالة الملك شخصيا، فهذا مما يعطي حصانة. وأنا يعني أعلم يعني هذا من واجب مكافحة الفساد، لكن يعني من ناحية قانونية تقديم الشكوى بدك تكون هناك تقديم شكوى، ما ذكروا الإخوان، أعتقد واجب أن يكون هناك شكوى. أما المدعي العام فكثير من القضايا. شكرا زملائي، في عندي مذكرة بالطالب بإعادة التصويت على القانون تبع تصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس، اللي مطلوب أنها تناقش في لجنة مشتركة ما بين القانونية ولجنة الطاقة والثروة المعدنية. هل يوافق المجلس على هذا الاقتراح زملاء؟ لم يوافق المجلس. إخواني، أثناء التصويت ما في نقاط نظام، طولوا بالكم. اليوم اللجنة القانون معدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد، هل يوافق المجلس على تحويله على اللجنة القانونية؟ أغلبية، الله يعطيكم العافية. الذي يليه عطوفة الأمين العام. شكرا سعادة الرئيس. طاء كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 23314 تاريخ 16/10/2025، والمتضمن مشروع قانون التصديق على اتفاقية تسليم الأشخاص بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية أوزبكستان لسنة 2025. بسم الله. الدكتور زميلنا عبد الناصر الخصاوني تفضل. تفضل. سيدي أسحب مداخلتي. شكرا. زميلنا إبراهيم القرالي تفضل. ما بصير التشكيك. زميل اقعد محلك، لا تغادر مكانك، اجلس مكانك واطلب الحديث زيك زي اي زملائك. بعطيك اطلب نقطة نظام زيك زي اي زملائك. اقعد مكانك، اجلس مكانك. بتجلسش، خليك واقف. في نظام داخلي بيحكمك، ما بصير تتهم الناس بالطريقة هاي. اجلس مكانك. عدي. تفضل زميل، تفضل آيات الله. سعادة الرئيس، ملاحظة قبل نقطة النظام، وسأدخل بنقطة النظام مباشرة حتى لا أخذ من وقت المجلس الكريم. يعني إدراج 11 مشروع قانون على جدول الأعمال هذه الجلسة أربك هذا المجلس. كان الأصل تقسيم
هذه القوانين على أكثر من جلسة. لا يعقل أن تكون القراءة الأولى ل 11 قانون تعتاد القبة، لا سيما أن معظم الزملاء قد سجلوا لغايات الحديث حول مشاريع هذه القوانين. هذا أولا. أما ثانيا، النظام الداخلي لمجلس النواب هو النظام الوحيد المستمد من الدستور مباشرة. صحيح. وبالتالي لا يجوز أن يعتدي هذا النظام على حق دستوري للنائب، وبذات الوقت لا يجوز مخالفة هذا النظام تحت هذه القبة. سعادة الرئيس، المادة 83 من النظام الداخلي تنص على إذا عرض على المجلس أي مشروع قانون بالموافقة على معاهدة أو اتفاق من أي نوع كان، فله أن يقره أو يرفضه، وليس له أن يدخل أي تعديل على نصوص المعاهدة أو الاتفاق، على أنه يجوز للمجلس تأجيل النظر في مشروع القانون مع توجيه نظر الحكومة إلى ما يوجد في المعاهدة أو الاتفاق من نقص. إذن مؤدى هذا النص، وإذا هناك أي تفسير آخر وضعوا لي إياه، مؤدى هذا النص أنه أي اتفاقية أو معاهدة المجلس يملك شيء وحيد بموجب النظام. أعطيه كمل كلامه. يملك أن يقر هذه الاتفاقية أو أن يردها. بخلاف ذلك الخيار الآخر أن يطلب المجلس تأجيل التصويت على هذه الاتفاقية، وإذا كان هناك ملاحظات يلفت انتباه الحكومة لهذه المسألة. لذلك سعادة الرئيس، إحالة هذه الاتفاقيات إلى اللجان على اعتبار أنها لجان مختصة مخالف للنظام الداخلي. شكرا معالي الرئيس. شكرا لك زميلي المحترم. هذا ليس مخالفة للنظام الداخلي، ما النظام الداخلي واضح وصريح. إذا في ملاحظات فنرسلها للحكومة للأخذ فيها. صحيح لا نملك تغيير شيء على الاتفاقيات، حكيت صح، ولكن قد يكون لنا ملاحظات، واليوم ما في بنقدر بدون تحويل على اللجنة ما بنقدر نعرف تبعيات هاي الاتفاقية. الاتفاقية بتروح للجنة، اللجنة بترجع لنا في تقريرها، ترجع لنا في التقرير، وهذا هو المعتمد في كل مجالس النواب السابقة. يا اخواني وانا بحكي والله ما قطعتك انا جاوبتك، خليني اكمل جوابتك لو سمحت يا اخوي. آية الفرحات بتخليني اكمل كلامي، بعطيك كلام، خلاف ذلك مش راح اعطيك كلام، مش راح اعطيك كلام. اليوم النظام الداخلي بحكم عملنا، وانت حكيت صحيح، والماده واضحه 83. المجلس لما يقرر من تلقاء نفسه لتحويل اي اتفاقيه او اي عمل معروض عليه لاحدى لجانه، فهي من صلاحيات المجلس للرجوع لها بتقرير حتى ياخذ المجلس قراره اللي بشوفه مناسب، اما الرفض او اما الايجابي. طبعا انتم عارفين حسب الدستور لما بطلب حدا من صاحب المعالي يتحدث لازم يتحدث. فمعالي عبد المنعم وداد تفضل، ومن ثم برجع لك. معالي عبد المنعم وداد تفضل. لا شكرا. احنا يعني ما تفضل فيه اخي آية الله فيما يتعلق أنه لا يحق للمجلس النواب أن يدخل أي تعديلات على اتفاقية موقعة ما بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة دولة أخرى. هذا صحيح. كل الاتفاقيات هي لا يملك مجلس النواب إما قبولها أو رفضها، ولكن هذا لا يعني أنها لا تعامل معاملة مشاريع القوانين، لأننا عندما نرسل الاتفاقية إلى مجلسكم الكريم للمصادقة نرسلها كمشروع قانون وتعامل معاملة مشاريع القوانين. أما عند التصويت عليها بالمجمل فإنها يجب أن يتم التصويت إما بالقبول أو الرفض، ولا يمكن لأي زميل أن يقترح تعديلا على أي مادة في هذه الاتفاقية. ما تفضل فيه سليم من هذه الناحية، ولكنها تعامل معاملة مشاريع القوانين، تحال له أن يقرها في نفس الجلسة، وله أن يرفضها، وله أن يحيلها إلى اللجنة المختصة لتنسب لمجلسكم الكريم وتضعه بصورة هذه الاتفاقية، فيما إذا كان هنالك يتوجب على المجلس الموافقة عليها أم أن يرفضها. فاللجنة الفنية هي تبدي الرأي الفني والعقل المركزي لهذا المجلس الذي يتوجب عليها أن تضع المجلس بصورة وأهمية هذه الاتفاقية من عدمه. هذا هو المطلوب. شكرا معاليك. والله يخليه يكمل بس آية الله فرحات بس معلش تفضل. شكرا سعادة الرئيس. سعادة الرئيس، مع الاحترام للرئاسة الجليلة، أول شيء لا يحق للرئاسة الجليلة أن تجادل أي نائب فيما يطرح. الرئاسة الجليلة تطبق النظام الداخلي،
يطبق النظام الداخلي بحق الطالب الحديث وبحق باقي الزملاء، فلا يجوز ولا يحق للرئاسة الجليلة أن تجادل أي نائب فيما يقول. هذا أولا. ثانيا، بس بدي أقاطعك اليوم، اسمح لي. بس بدي أقاطعك، لا بدي أقاطعك، بدي أتعمد أقاطعك يا زميلي آية الأفرحات، وأقول لك رئيس المجلس، رئيس الجلسة أو رئيس المجلس يحق هو بده يطبق النظام الداخلي والدستور، وأنا قاعد هون عشان أحافظ على النظام الداخلي والدستور، وأنت ما تفضلت في نقطة في النظام الداخلي لازم إني أجاوبك. أنا ما جدلتك. بارك الله وهي فيك. معالي الوزير جاوبك نفس الشيء. بارك الله فيك. بعدين تحدثت أنت في البداية على القراءة الأولية، هاي قراءة أولية زملاء للقوانين، هاي قراءة أولية، من راح تروح للجان، واللجان تأخذ القرارات اللي بدها إياها، ومداخلات الزملاء كلها مقدرة ومحترمة. تفضل آية الله كمل. أخذت نائب الرئيس مني وأخذت كمان حق الحديث مني، طول بالك علي. بس بالمحبة ها. أخونا الكبير. على كل إخواني، لا اجتهاد في معرض النص. النص واضح. النظام الداخلي لا يجوز ولا يحق للمجلس أن يصوت على ما يخالف النظام الداخلي، حتى وأن صوت المجلس نعم سيد نفسه وصاحب القرار، لكن لا يحق للمجلس أن يصوت على ما يخالف النظام الداخلي. وشكرا. شكرا الزميل إبراهيم القرالي. بالله زملاء إذا سمحتوا، أنا لم أخالف نظام داخلي، بس إذا سمحتوا خلينا نمشي بالجلسة، الله يرضى عليكم. الزميل إبراهيم القرالي موجود؟ الدكتور يا أخوي بس طول بالك على راسي، مش موجود. النائب أحمد الرقب اسمك مكتوب هايو تعال شوف، ما تتكاش عشان قمت من محلك. شكرا سعادة الرئيس. أيوة. لا، الحقيقة إذا أردنا أن نعود إلى القوانين من بدايتها، أنا لي مداخلة على كل قانون طرح، لكن مع الأسف لم أعطى الفرصة كاملة، وهذا خلاف ما أنتم تؤكدون عليه النظام الداخلي. على كل حال بالنسبة لهذه الاتفاقية فأنا أتحفظ عليها. شكرا لك. النائب أحمد هميسات مش موجود. النائب عيسى نصار أخوي حبيبي الدكتور طلال، بالله تفضل زميل عيسى نصار وبعدين طلال العواملي على راسي. شكرا سعادة الرئيس. إن التصديق على مشروع قانون لتسليم الأشخاص بين الأردن وأوزبكستان يعد خطوة مهمة لتعزيز التعاون القضائي والأمني مع دولة صديقة، وبما ينسجم مع التزامات الأردن الدولية في مجال مكافحة الجريمة عبر الحدود. الاتفاقية تسهم في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وتمكن كلا البلدين من التعاون في ملاحقة المطلوبين قضائياً ومنع الإفلاس من العقاب في الجرائم العابرة للحدود، مثل الجرائم المالية، غسل الأموال، والجرائم السبرانية وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة. الاتفاقية تراعي حقوق الإنسان والإجراءات القانونية، إذ توضح الحالات التي يجوز فيها التسليم والجرائم المستثناة، خاصة الجرائم ذات الطابع السياسي، بما يضمن عدم تعارض تطبيقها مع القوانين الوطنية أو الالتزامات الدولية للأردن. إقرار هذه الاتفاقية حقيقة يعزز العلاقات الثنائية مع أوزبكستان على صعيد العدالة، الأمن، ويدعم الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة، ويمنح الأردن آليات إضافية لتأمين سلامة المجتمع ومصالح الدولة. ندعم مشروع القانون مع التأكيد على ضرورة التطبيق الدقيق والمتوازن للاتفاقية، بما يضمن حماية سيادة الدولة والالتزام الكامل بحقوق الإنسان وتحقيق العدالة المنصفة لكل الأطراف. شكرا سعادة الرئيس. شكرا زميلنا المهندس طلال نصور المحترم، تفضل. أخرناك على نقطة نظامك قد تكون مهمة جدا. أول شيء أشكرك سعادة الرئيس حبيبنا. بالنسبة للخطأ بالبداية لما حكيت طلال عواملة، أنا بعذرك، أنا سايب كل عواملة وأنت صرت تعتبر السلطة كلها عواملة. كلكم خيرين وكلكم محترمين وعلى راسي أبو الله يحفظك. شغلة ثانية بدي أعلق على حديث سعادة أخوي النائب آية الله. لا يوجد أي مخالفة دستورية من ضمن النظام الداخلي بيحكي إنه إرجاء القانون لإعطاء الحكومة بعض الملاحظات، وهذه الملاحظات لا يتم الأخذ فيها إلا إذا تحول المشروع
للجنة المختصة حتى أنه يعطوا الحكومة الملاحظات. لهذا السبب ما بتوقع أنه في أي مخالفة دستورية. احنا مشينا بالنظام الداخلي والله يعطيك العافية. شكرا زميل، يعني اللي تفضلت فيه احنا كنا متفقين عليه، واذا بنتفرج على اللجان، اغلب اللجان بتقول انها تختص فيها. اليوم اذا بنشوف صلاحيات لجنه الطاقه، بنشوف صلاحيات الموافقه او دراسه الاتفاقيات، بدناش نقول الموافقه. فزميل شو رايكم التحويل على لجنه الطاقه؟ هل يوافق المجلس الكريم على القانونيه اسف، هذا القانون على القانونيه موافق؟ المجلس الكريم موافقين؟ رفع الايدي يا اخوان زملاء، الله يحماكم على بركه الله. على القانونيه الامين العام تفضل. يا كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 25437 تاريخ 11/11/2025 والمتضمن مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025. توكلنا. زميلنا طارق بني هاني تفضل. زميل طارق بني هاني تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس، الزميلات والزملاء المحترمين، الله يعطيكم العافية. اخواني الاعزاء، قانون التأمين اللي بده ينعرض علينا، هذا القانون هو داعم لرأس المال وللمستثمر. النظام الحالي اللي احنا بنتعامل فيه هو ضد المواطن اخواني الاعزاء، ضد الامن المجتمعي. اليوم اي شخص بيعمل حادث سير بيرجع الحق على السائق والمالك وشركة التأمين. اليوم في بيوت اخواني الاعزاء سكرت، في بيوت انباعت، في مستثمرين سكروا مصالحهم من وراء هذا القانون اللي معمول فيه الآن حاليا. فإحنا الآن أمام مشروع قانون معدل لقانون التأمين. أنا بقترح تشكيل لجنة للسماع من هموم المواطنين حتى يتم عرضه على اللجنة المختصة في هذا الموضوع. إخواني الأعزاء، اليوم حالة الوفاة بندفع لها 12,500 دينار. اليوم حالة المصاب مهما تكلف حالته 100,000 200,000 دينار، شركة التأمين بتدفع فقط 7,500 دينار، والباقي على المواطن. مين قادر اليوم يعالج أبنائه أو يعالج زوجته أو يعالج أمه أو أبوه؟ ما في عندنا إمكانيات. اليوم عندنا نقص في الأمن المجتمعي يحمل مواطن من حوادث السير. اليوم أغلب الناس قضاياها في المحاكم قضايا تأمين، عجز عن الدفع لأنه ما في إمكانية عند المواطن. اليوم أنا لما بأمن وبعمل عقد تأمين، وين دورك يا شركة التأمين أنت لما بتحميني وبعمل معك عقد؟ العقد شريعة المتعاقدين عفوا. اليوم لما أنا عندي مركبة بدي أعطيها للشخص يسوقها ويقضي حاجته فيها، شو ذنبي أنا المالك؟ اليوم في بالنظام الحالي إلزامية ما بين السائق وبالتضامن بين السائق والمالك. اليوم أغلب سواقيننا أخواني الأعزاء ما عندهم مركبة ولا عنده بيت باسمه، فبرجع حق الرجوع بالتضامن على المالك. ماذا؟ شكرا زميل. النائب محمد المرايعة. مراعي حكيت، شو أنا حكيت؟ طيب النائب حكم المعادات، النائب بيان، دكتورة بيان تفضلي. دكتورة بيان عبد الله تفضلي. شكرا سعادة الرئيس. بداية هذا القانون في الأسباب الموجبة ذكر أنه جاء لتوحيد اجتهادات الفقه وأحكام القضاء وسد الثغرات القانونية التي ظهرت في الواقع العملي، إلا أنه في صيغته الحالية لا يواكب هوية المجتمع الأردني ولا حاجاته، ولا يوفر الحماية الكافية للمواطن، بل يمنح شركات التأمين مساحة واسعة دون أي توازن يضمن العدالة والضبط الاجتماعي والشرعي. هذا القانون فيه غياب تام للتأمين التكافلي، وهو خلل جوهري لا يمكن التغاضي عنه، بالإضافة إلى أن المواد المتعلقة بالتأمين على الحياة فيه تشكل ثغرة خطيرة قد تستغل في الالتفاف على الإرث الشرعي ونقل الثروة خارج الأسرة والضغط على كبار السن وتحويل وثائق التأمين إلى أدوات ربح ومضاربة مالية. كما أن الدولة يجب أن لا تجيز، الحكومة يجب أن لا يجوز أن نفتح أبوابا تؤدي لتفكيك الأسرة والروابط الأسرية أو النزاع بين الورثة. أما في نقطة أخرى، المشروع يمنح شركات التأمين سلطات واسعة جدا في رهن أو بيع أو تحويل وثائق التأمين دون وجود ضوابط اجتماعية
أو رقابة شرعية أو حتى ضمانات لحماية المواطنين والمستهلكين. نؤكد أن دورنا ليس تمرير قوانين تمنح الشركات قوة إضافية، بل سن تشريعات تحفظ المواطن وتحمي الأسرة. فعليه نقترح أنه لابد من إضافة، أو نرى أنه من اللزام قبل مناقشته إضافة فصل مستقل للتأمين التكافلي، ضبط التأمين على الحياة، وإلزام الشركات بهيئات رقابية شرعية، وتعزيز حماية المواطنين، ومنع أي ممارسة قد تهدد الاستقرار الأسري والمجتمعي. وشكرا. شكرا. زميل خالد أبو حسان تفضل. شكرا سعادة الرئيس. يعني اليوم في ظل ما نشهده من إصلاحات اقتصادية وتمتين البنية التشريعية للاقتصاد اللي بتمكننا من جذب المستثمرين وتهيئة البيئة الاستثمارية، جاء هذا القانون. وللأمانة هذا القانون ولأول مرة إحنا بالأردن ما عندنا قانون عقود تأمين. القانون الموجود عندنا هو قانون إدارة التأمين، وهذا اللي خلق اليوم حالة من الإرباك وعدم وضوح الرؤية ما بين المؤمن والمؤمن له. اليوم احنا عم نشهد حالات كبيرة بيكونوا ناس مأمنين عند شركات ما بوعوا إلا إنه هاي الشركات سكرت وروحت، وين حقوقهم؟ فلذلك احنا اليوم كل هيئة التأمين نقلناها تحت حوكمة البنك المركزي. جاء هذا القانون ليضبط ويهيئ البيئة ما بين المؤمن والمؤمن له من أجل حفظ الحقوق وتسريع عملية الدفع. اليوم عملية الدفع قاعدة بتقعد أحيانا سنوات وبالنهاية بيصلوا لشركة مفلسة. فكان لازم ولا بد من وجود هذا القانون. احنا شفنا قديش في أيضا شركات قاعدة بتسكر كبيرة وبتنهار نتيجة أخطاء في الممارسات. فجاء هذا القانون واستنادا إلى نص المادة 41 من النظام الداخلي فقرة باء اللي بتنص حددت مهام التأمين ودراسة قوانين التأمين والتجارة والصناعة والشركات والبنوك والتأمين والعملة والصرافة والاستثمار والضريبة وما في حكمه. أقترح تحويله إلى لجنة الاستثمار بناء على واستنادا لمادة 41. شكرا سعادة الرئيس. زميل الدكتور نمر السليحات تفضل. تسحب اقتراحك. تفضل أستاذ بني ملحم تفضل. شكرا سعادة الرئيس. يعني مع احترامي لما تفضل به الزميل خالد أبو حسان، وبالرجوع لأحكام المادة 39 من النظام الداخلي، فإن اختصاص النظر في أي مشروع قانون يخرج عن أي لجنة هو من اختصاص اللجنة القانونية. وقانون التأمين أو قانون عقود التأمين هو قانون له أثر كبير في المجتمع، خاصة في ظل وجود نظام التأمين الإلزامي وما يرتب من أحكام، وهو يتعلق بتطبيقات المحاكم وحقوق الناس. فلذلك فإنني أقترح بالحد الأدنى أن تكون اللجنة مشتركة ما بين اللجنة القانونية واللجنة الاستثمار. وشكرا. شكرا زميل. حرصك على النظام الداخلي، ولكن النظام الداخلي في المادة 41 واضح فقرة باء دراسة قوانين التموين والتجارة والصناعة والشركات والبنوك والتأمين فهذا موجودة داخل النظام الداخلي في المادة 41. شكرا زميل لمداخلتك. الزميل مالك الطهراوي حكي. النائب حسن الرياطي، زميلنا حسن الرياطي موجود. رائد القطامين، نور أبو غوش. طيب زملاء شو رأيك تحويلها إحالته إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار؟ هل يوافق المجلس إحالته على الاستثمار والاقتصاد؟ طيب الأبعد المشتركة، هل يوافق المجلس على تحويله إلى لجنة مشتركة ما بين القانونية مع أنها موجودة بالنظام الداخلي بس لكن له حق يطرح موضوعه؟ لم ينجح الاقتراح. طيب اقتراح الإحالة إلى لجنة الاقتصاد والاستثمار. زملاء أرجو التصويت. لا هاي موجود، هاي أغلبية. أغلبية أنا اللي بعد مش أنت. يحول على لجنة القانون الاستثمار والاقتصاد. اللي بعده أعطوه الأمين العام. شكرا سعادة الرئيس. كاف كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 1312 تاريخ 16/1/2025 والمتضمن مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية إيطاليا لسنة 2024.